تخيل إنك تقدر تاخد سيلفي مع أبطال مسلسل لعبة الحبار وإنت في مكانك. اديني أمارة. ركز يا سارة. اسمعي، يلا نكتشف الطريقة ونستمتع. هندخل على ChatGPT المجاني، مش محتاجين يكون عندنا حساب برو عشان نقدر نعمل الصورة. هنرفع له الصورة من هنا ونكتب البرومبت ده. طبعا البرومبت هيكون في التعليق المثبت تحت. نقدر نغير رقم اللاعب اللي احنا عايزينه، ممكن يكون من 1 لحد 456 على حسب تعليمات المسلسل. أنا مثلا أفضل رقم 7، فخلينا نكتب رقم 7 will generate. ننتظر شوية. وهنا قال لي هل تود إنشاء الصورة على طول أو أضيف تفاصيل أخرى. انتوا لو حابين تضيفوا تمام، مفيش أي مشكلة، بس أنا مش هضيف. هننتظر شوية. ودي كانت النتيجة. طبعا النتيجة حلوة جدا، لكن فيها بعض الأخطاء. اللاعب رقم 1 متكرر مرتين. هننتقل إلى الصورة، ولكن المرة دي هنغير البرومبت من عربي لإنجليزي. هناخد البرومبت بالشكل ده ونقول لChatGPT عاوزين البرومبت ده إنجليزي. البرومبت كوبي ونحطه على صورة بالشكل ده. خلي المقاس 1:1 زي ما هو، منغيرهوش، ونرفعله الصورة. وهو حاليا بيعد معانا. هننتظر شوية. دي كانت النتيجة النهائية اللي طلعتها الصورة أفضل وأفضل. اللاعب رقم 7 زي ما أنا طلبت، بس ثواني، الوش ده مش زي وش الشخص اللي أنا رفعت له الصورة بتاعته، فعشان كده هنستخدم موقع لتغيير الوش. كتبت في السيرش هنا تغيير الوجه بالذكاء الاصطناعي، وهضغط على أول موقع يظهر لي في السيرش. هرفع له الصورة اللي أنا لسه محملاها هنا، صورة الشخص اللي احنا عايزين الوش بتاعه يتغير بالشكل ده كده. هيبدأ يحمل معانا، وبعد كده نضغط هنا. هيبدأ يعد معانا بشكل سريع جدا علشان يغير لنا صورة الوش وتبقى متطابقة 100% قبل وبعد. طبعا ملاحظين فرق كبير في تفاصيل الوش والشعر والضحكة. ودي النتيجة النهائية. اسمعي. تقدروا تجربوا الطريقة في أي وقت وتشاركوها على بيدج الانستا بتاعي، وما تنسوش enjoy.